عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مطبخ أكلات زمان. الفطار بتاعنا النهاردة كان سمك شبار مقلي، وكان سمك مكاريل عملتهم بتتبيلة زي تتبيلة المطاعم تحفة، وعملت كمان عصير تمر هندي، وعملت رز صيادية. هقولك على تركة كده تخلي الرز بتاعك ريحة وطعم تحفة. تعالوا كده نسمي الله ونشوف الفطار بتاعنا عملناه ازاي. سميت الله كده ودخلت المطبخ وجبت طبعا السمك، انا جايباه متنضف كده جاهز، واخدته غسلته كويس جدا. اهم حاجه في السمك غسيله. شايفين بطن السمكه تبقى قشطه كده، علشان لما تيجي تقليه ما يبقاش ريحه زفاره، ولما تيجي تاكليه تبقى ريحته حلوه وطعمه حلو. مسكت السمكيه قسمتها 2. شايفين بطن السمكيه البولتي عامله ازاي. اخدت السمك ونقعته في المحلول، عباره عن ملح وليمون وخل. سيبيه منقوع في المحلول ده على الاقل لمده ربع ساعه. تاخديه تشطفيه وتحطيه في المصفى وبقى زي الفل معاكي. تعالوا نحضر التتبيله بتاعت السمك. قرنين فلفل سبايسي، واحد احمر وواحد اخضر. ما بيعملش طعم سبايسي بس بيعمل ريحه حلوه جدا للسمك. ومعايا كمان فلفل رومي. معايا راس توم، السمك بيحب التوم الكتير. اخدتهم وحطيتهم في الكبه. البهارات اللي انا استخدمتها، حطيت ملح، زودي الملح علشان السمكيه تتملح كده وتبقى طعمها حلو. ربع كوبايه من الخل. ومعايا معلقتين كبار من الكمون، برضو السمك بيحب الكمون الكتير. معلقتين برضو صغيرين كده من الكزبرة، ومعلقة كبيرة مليانة من الفلفل الأسمر. حطيت ليمون 3-4 ليمونات كده. حطي ليمون، بيحب الليمون الكتير برضو. وتاخدي الخلطة دي تضربيها لحد ما تنعم معاكي زي ما انت شايفة كده. اخدت معلقتين من الخلطة خليتهم على جنب، هقولك هعمل بيهم ايه. ومسكت بقى الدقة الجميلة دي، ريحتها تحفة تحفة جدا. ومسكت السمك تبلته كويس جدا بالدقة الجميلة ديت، بطن من جوه ومن بره، كل حتة كده في السمكة تتبليها كويس جدا. بعد ما تتبلي السمك سيبيه في التتبيلة دي على الأقل لمدة 2 ساعة. يعني أنا عملته الساعة 2 وقليته على الفطار، كان حلو جدا. تحطي كده تغطيه أو تلبسيه كيس وتحطيه في رف التلاجة. تعالوا نعمل رز الصيادية بقى اللي ريحته وطعمه تحفة، أكنك بالظبط قاعدة بتاكلي رز في المطعم بالظبط. جبت حلة على النار وحطيت معلقتين كبار كده من الزيت، 3 معالق من الزيت حسب طبعا كمية الرز اللي انت عاملاها. بصلتين كبار ضربتهم في الكبة ونزلت بيهم على الزيت. الرز بتاع الصيادية بتبقى البصلة مغمقة شوية. نزلت بالمية ونزلت بمعلقتين الدقة اللي انا قلتلك عليهم دول، تحفة. سبت برضو معلقة كده من الدقة، هقولك هعمل بيها ايه دلوقتي. وبعد ما المية غليت نزلت بالرز. خلي بالك من الملح علشان طبعا الدقة بتاعتنا فيها ملح. قلبته بقى الرز وظبطته كده وبقى تمام. سبته بقى لما يستوي، لما يشرب المية يعني ههدي عليه واسيبه يستوي براحته. الدقيق اللي انا هتبل فيه السمك، حطيت دقيق ومعلقتين من النشا، وحطيت كمان ملح. النشا بيخلي السمكية كده كريسبي من بره، وكمان بيخليها طرية وبيخليها ما تشربش زيت واحنا بنقلي السمك. حطيت الدقيق والنشا في الكيس، بتبل السمك جوه الكيس كده. المكان حواليا بيبقى نضيف، الرخامه ما بتتبهدلش، ما بقاش عليها دقيق خالص. حطيت طاسه على النار وحطيت زيت وحطيت ليمونه. الليمونه علشان المطبخ بتاعك ما يبقاش فيه ريحه زفره وانت بتقلي السمك. بعد ما تبلت السمك كده بالدقيق، عفرته بالدقيق، نزلت بيه في الزيت بعد ما الزيت سخن ياخد لون، وبقلبه الناحيه التانيه. شايفين كده الله اكبر، السمكيه ماسكه نفسها ومش شاربه زيت خالص. بطلعه بقى على ورق آلية او مناديل المطبخ، وبكمل آلية السمك بنفس الطريقة. الكيس بيحافظ لك على المكان بتاع المطبخ، ما بيبقاش فيه زفارة حواليك خالص. الرز اللهم بارك تحفة تحفة تحفة. معلقة الدقة اللي انت حطيتيها بتفرق جدا جدا في طعم الرز. حطيت بقى خضرة. معلقة الدقة اللي فضلت اللي انا قلتلك عليها، بمسك السمكية كده بعد ما قلتها، بحط عليها الدقة كده من بره، بتبقى ريحة حلوة جدا وانت بتاكلي. حطيت طبعا الخضرة ديت عشان تدي شكل حلو كده للسمك. وعملت عصير التمر هندي وكنت نقعاه من بالليل. الصبح جبت اخدته كده ونقيت البذر، وبعد كده ضربته في الخلاط. وطبعا ده مركز بتخففيه بالميه لحد ما توصلي للشكل المناسب بتاع العصير اللي انت حباه، حباه مركز، حباه خفيف، حباه تقيل، زي ما انت حابه. بحطه بقى في الشفشه او بتحطيه في ازايز زي ما انت حابه. وبعد كده بحطه في الكوبايات بقى بتاعت رمضان كده على السفره، طعمه مزز وجميل تحفه.
كده بقى الوصفه بتاعتنا خلصت. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس اللي تحت عشان يوصلك كل حاجه اول باول. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.